صباح الخير. بمناسبة المصايب والبلاوي والترندات اليومية المرهقة للنفسية اللي بتظهر كل يوم، والحروب والمحللين اللي بيعملوا من ده محتوى، فحضرتك محتاج انك تحمي نفسيتك لصحتك ولنفسك ولحياتك. فاحنا في خطوة كده بسيطة بنعملها هتساعدنا كتير جدا ان احنا نقدر نحمي نفسنا من انواع المحتوى اللي مش هيفيدنا بحاجة وما نقدرش نعمل فيه حاجة. قبل ما اقول الخطوات دي احنا محتاجين نفهم اصلا السوشيال ميديا ماشية ازاي. السوشيال ميديا ماشية بحاجة اسمها الجوريزم، اللي هو الخوارزميات، اللي هي عبارة عن ايه؟ هي أنظمة برمجية بدون دخول في تفاصيل كتير عشان دي قصة كبيرة، بس هي من الآخر بتتحكم ايه الحاجة اللي تظهر لك وتظهر لك امتى وتظهر لك ليه. فحضرتك هنا كل نوع محتوى اي منصه بتظهره لك بيبقى عندها هدف واحد بس، انك تقعد اطول فتره ممكنه على المنصه، وده طبيعي. طيب، هل انا ليا ايد في توجيه المنصه؟ حضرتك اللي بتعلمها وحضرتك اللي بتوجهها من غير ما تحس، بشكل غير مباشر. رقم واحد، حضرتك لما بتفتح نوع من انواع المحتوى وليكن حادثه مثلا، الحادثه دي حضرتك وقفت عليها، طولت، اخدت الفيديو للاخر، هتلاقي كل انواع المحتوى اللي جايه لك ليها علاقه بالحادثه او بحوادث شبيهه، فهتلاقي كل نوع المحتوى رايح للحته دي. بتتابع اخبار الحروب، هتلاقي كل ما لذ وطاب عن الحروب هتلاقيه ظهر عندك برضو في الحته دي. طيب، نعمل ايه عشان خاطر نعمل فلتريشن للكونتنت اللي بيظهر لنا او انواع البوستس اللي بتظهر لنا؟ الخطوه اللي انا بقولها دي هتلاقوها في كل البلاتفورمز، هتلاقوها على فيسبوك، على انستا، على تيك توك، على كل البلاتفورمز. حضرتك بتفتح الثلاث نقط دول هتلاقي كلمه interested و not interested. حضرتك الحاجه اللي مش عاجباك تعمل not interested. كده انا بقول للالجوريزم ايه نوع المحتوى اللي يظهره لي وايه نوع المحتوى اللي ما يظهروش. في مبدأ يعني انا حابه ان انا اشاركه معاكم، لربما حد يستفيد منه. الحاجه اللي مش في ايدك انك تغيرها وتعالجها، يبقى مش محتاج انك ترهق نفسك بيها، لان حياتك هتتأثر وشغلك هتتأثر وكل ما هو مهم عندك هيبقى تحت التأثير ده. انا مع مبدأ اميت الباطل بالسكوت عنه، لان السوشيال ميديا بقت للأسف عاملة كده زي ما يكون بير واتفتح، هي بتبرز او بتظهر كل الحاجات اللي موجودة من زمان بس متدارية محدش كان شايفها. ربنا يكون في عون كل واحد في ظروفه، بس في النهاية حاول انك تحافظ على نفسك من التأثر السلبي. الحياة صعبة على الكل والدنيا مش مستحملة، وربنا يطلعنا منها على خير. يومكم زي الفل.